السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. معايا بصل متقطع شرايح كده، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا كمان طماطم متقطعة شرايح، ومعايا كوباية زبادي، ومعايا كمان اللحمة المعضم ديت لحمة حلوة جدا، لحمة معيز. تمام. مش لحمة ضاني خالص، لا لحمة عادية، ولحمة طعمها حلو جدا، وغسلتها حلو جدا وصفيتها من المية. وتعالوا بقى كده نشوف هنعملها ازاي. حطيت كده البصل حطيته في الصينيه، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا فلفل حامي، وطماطم. ممكن تستغني طبعا عن الفلفل. تمام. واحط بقى التوابل اللي قلبك يحبها. وكمان حطيت جزر اللي هو كان متفرز عندي، مش ما كانش متواجد عندي، فطلعت من اللي كان متفرز، فعادي جدا. تمام. هحط بقى الملح. لو في حاجه من التوابل دي مش موجوده عادي جدا، ممكن تستغني عنها. اهم حاجه تظبطي الملح بتاعك علشان الحاجه ولا تطلع مالحه ولا تطلع عدمه. فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، ده كزبره. اللي عندك حطيه. بصوا انا كنت كده بختار، مش حاجه ان انا حافظاها ولا عارفاها ان انا لازم احط ده، لا. اللي انا عايزه احطه بحطه. دي بهارات مشكله. وكان عندي كمان حبه بابريكا، رحت حطاهم كمان. عايزه تحطي شطه حطي، بس انا استغنيت عنها بصراحه. وهدعك بقى التوابل كده، ولازم هنا استخدم ايديا عشان اعصر كده بايديا، وان التوابل كلها تاخد في الخضره دي كده، وتبقى طعمها حلو. صلوا كده على الرسول. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب، يا رب اكبر بخاطري يا رب. هحط بقى كمان معلقتين كبار من التوم. بصوا التوم ده انا لسه مطلعاه حالا من الفريزر. بصوا مفكوك ازاي وحلو. ليه؟ علشان خاطر ان هو بيتحط له ملح لما تيجي تفرزيه. تمام. فبيتفك على طول اول ما بتطلعيه يعني. هحط حبه من معلقه كبيره كده، من هما كانوا حبه، اخر حبه كان عسل اسود حطيتهم. وكمان دبس الرمان يا سيدي على الجمال، بيدي مزازه حلوه جدا في الشوي. كتري كتري. وكمان كوبايه زبادي يا سيدي. لما بتتوصي بالوصفة وتخدميها صح، بتاخدي نتيجة كويسة في الآخر والله، بجد يعني. حطيت معلقتين من الخل، تديني طراوة كده عشان الحاجة تستوي معايا وتبقى حلوة. بصوا أنا عاملة التتبيلة ديت قبلها بيومين. يعني مثلا عاملاها مثلا إن أنا هسويها يوم الجمعة، يبقى أنا عاملاها من يوم الأربعاء. تمام. لما تقعد في التتبيله، كل ما تقعد في التتبيله كل ما تاخد من طعم التتبيله وتستوي معاكي بسرعه جدا. انا دقتها لقيتها عايزه ملح، رحت حطيت كمان رشه ملح. بس هتبل بقى اللحمه كده يا سيدي على الجمال وعلى الريحه، بجد ما اقولكوش الريحه كانت عامله ازاي. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. ده فيديو من الفيديوهات اللي هي كانت بتاعه العيد، بس للاسف معرفتش انزله لكم والله، غصب عني. فان شاء الله مع بعض كده مكملين باذن الله. وشكرا للناس اللي انضمت للقناة، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. حطي بقى في الطبق كده او في البولة بتاعتك بالخضار بقى وكده. وبجد كانت ريحة جايبة لاخر الدنيا. اللحمة دي لحمة حمرا بجد، ما فيهاش عظم كتير، وحلوة جدا بجد في الطعم.
بس كده هقفلها بقى واسيبها كده يومين في التلاجة، لما يجي احتياجها هنستخدمها ان شاء الله. وكمان هديها رشة كده من دبس الرمان كده من على الوش. بجد بحب الدبس الرمان كده، بيديلي مزازة وحلو جدا جدا في الشوي بجد. بس لو مش موجود اكيد طبعا هنستغنى عنه، يعني مش لازم ان انا حطيت دبس الرمان يبقى لازم انتوا تحطوه. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. نقفله بقى حلو جدا علشان خاطر بقى نحطه في التلاجة وما ياخدش حاجة ولا يطلع ريحة في التلاجة. الاسترتش ده بجد من الحاجات الممتازة جدا. بس كده تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في اليوم نفسه اللي احنا عايزين نطلع فيها اللحمة دي ونسويها. طب هعمل جنبها ايه؟ هعمل جنبها مكرونة بشاميل. مكرونة بشاميل، فاهمين؟ عملت البشاميل اللي عملته معاكم كذا مرة، بس انا هنا عاملة 9 معالق من السمنة على 9 معالق من الدقيق، عشان انا عايزة كمية. على قد ايه لبن؟ على كيلو ونص لبن. ايوه كيلو ونص لبن. وكمان عاملة سلقت المكرونة على حسب احتياجك. انا هنا كنت عاملة 4 اكياس من المكرونة، اللي هو الكيس اللي هو 350 جرام او 450 جرام حاجة كده. تمام. وهحط بقى على المكرونة ملح وفلفل اسود، وهحط السمنة بلدي. بلدي بجد بتفرق جدا مع المكرونة البشاميل. ما عندكيش سمنة بلدي ما بعملش مكرونة بشاميل بصراحة. وحطيت كبشة كده من البشاميل نفسه. وكمان هحط كده في ارضية الصينية علشان خاطر ما تلزقش معايا وتطلع كلها بشاميل كده وبتبظ بقى. كمان عامله كمان بايركس كده صغير، ده انا محتاجاه كده بس يبقى لوحده. فنعمل برضو الطاجن الصغير اللي قدامكم ده كمان. الله اكبر، الله اعظم. ابقى متمكنه جدا ان انا حاطه الارضيه مفيش حته فاضيه ولا حته عاليه عن التانية، عشان كلها تبقى سوا واحد وحلوه. حطيت بقيه المكرونه وحطيت ملح وفلفل اسود وسمنه. وحطيت في اول المقطع بتاع المكرونه ده حطيت بضايه، بتبقى حلوه جدا علشان تبقى تحمر معايا وتبقى حلوه. ما بتديش زفاره ولا حاجه، ما حاطين فلفل اسود ومظبطين الدنيا. فما البيض ما بيعملش اي زفاره. عايزه تستغني عن البيض تمام، مفيش اي مشكله. حطيت بضايه تاني بقى، ديت الكميه اللي هتبقى من على الوش الصينيه. فبحب احط برضو بضايه تاني كده. رشه فلفل اسود. صلوا كده بقى على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واستغفروا كتير. كل حد محتاج اي حاجه وكل ازمه عايزين نعدي منها نقعد نستغفر كتير جدا. وربنا يصلح حالنا يا رب جميعا. وربنا يكبر بخاطري جبرا جميلا يتعزز به اهل السماء واهل الارض يا رب. حطيت اللحمه المفرومه اللي احنا كنا عاملينها في التفريزات بتاعه اللحمه. دي لحمه مفرومه عليها طماطم مضروبه فريش في الخلاط، وسبتها لغايه ما تتسبك. وبعدين حطيت عليها صلصه، اللي هي البرطمانات الصلصه الجاهزه يعني. تمام. لكن الطماطم الفريش بجد بتدي طعم حلو جدا. حطيت كده بقى اللحمه بالصلصه كده. كتري كتري.
وكمان جبت لحمه معصجه، بجد بتفرق بقى جدا دي في الطعم. بصوا ما اقدرش استغنى عنها، لو نسيتها بجد بتضايق جدا. بتفرق جدا في المكرونه، حلوه جدا، جربيها وقولي لي رايك ايه ومش هتندمي. بس كده، ما تكترش، مش لازم ان انا اقفل الصينيه كلها يعني باللحمه، لا خالص، بتديها رشه بس كده بسيطه. بس هقفل بقى بقيه المكرونه. حطيت الطبقه التانية، واحط بقى الطبقه التانية بتاعت الصينيه التانية، وبس كده. واكيد طبعا هدخلها الفرن، وبعدين هروح مطلعه بقى اللحمه من التلاجة، و احطها بقى كمان معاها في الفرن كده تستوي، كلهم بقى يخرجوا في وقت واحد عشان الاكل يبقى سخن وحلو. بصوا انا كنت بقفل الاكل ده كان الساعه 9 الصبح كده تقريبا، يعني كنت عايزه اخلص بدري بقى. بس فكيت بقى كده الاستريتش، ونجيب كيس حراري. كيس حراري بيبقى حلو جدا في الشوي، ولا هحط في صينيه ولا هغطي بفويل ولا اي حاجه. هو كيس الحراري واحطهم فيها، وصينيه تكون كبيره زي دي كده، وبعدين هسيبها بقى كده مع نفسها. الكيس الحراري هيسويها لي 100%، وتطلعيها وتكوني واثقه ان هي استوت تماما. تمام. ما اقولكوش على الريحه بجد بقى لما قعدت فيها، كانت بجد جباره جباره. كأني كنت باكل كباب، يعني كمان لما تحطي الفحم وتاخد من طعم الفحم كأنك كنت بتاكلي كباب. احط كمان السوائل اللي نزلت منها دي كمان. بس كده، هو الكيس كان كبير حبتين، بس قلت برضو مش مهم هاتوه كبير عشان خاطر ياخد براحته كده وتستوي الحاجة براحتها وتبقى تمام التمام. بس كده دخله بقى الفرن كده جنب المكرونه، وهخديله تغريزتين كده علشان خاطر الكيس ما يفرقعش مني لما يدخل وياخد السخونيه. تعالوا نعمل بقى كده مع بعض عقبال الحاجه بتاعتنا ما تستوي. نعمل رقاق. صينيه رقاق باللحمه المفرومه كده. حطيت شويه من الزيت، وهنحط كمان معلقه كبيره من السمنه. والشوربه بتاعتنا على النار، حاطه الملح والفلفل الاسود، ومظبطه الملح بتاعي في الشوربه دي، وموطيه النار حلو جدا علشان خاطر ما تلسعش، وتكون كمان الرقاقه نفسها ما تبصش معايا في الشوربه يعني. تمام. هسقيها بقى كده واروح نازله بيها، ويدوب الرقاقه على قد الصينيه. لو لقيت رقاقه كبيره عادي هكسرها جدا، مش هيبان ولا اي حاجه. بصوا هي دي كبيره. حطوا لايك بقى، وما تنسوش تكتبوا الكومنت بالله عليكم، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. اهم حاجه حطوا اللايك. انا بحط 4 رقاقات من تحت، وبعد كده احط اللحمه مفرومه واحط ال4 تاني، يعني بعمل 8 في الصينيه. ممكن تحطي اعمليها 6 لو الصينيه بتاعتك صغيره يعني. تمام. وادي اللحمه مفرومه، وحطيت ال4 تانيين، وحطيت الشياطه، واوطي النار. وبعدين هسيبها بقى، مش هفضل واقفه قدامها، لا، انا هسيبها تستوي براحتها خالص. وبعدين لما تستوي من تحت هقلبها. حطيت في الجوانب سمنه كده. وادي المكرونه كمان طلعت، يا سيدي على الجمال، اللهم صل على النبي. وكمان اللحمه كمان خلصت. واخدين بالكم انتوا؟ خلصتي؟ ايوه خلصت.
هنفتح بقى كده ونسمي بسم الله ونفتح كده. وتخلي بالك جدا لان لا قدر الله، بصوا البخار، بسم الله الرحمن الرحيم، تخلي بالك جدا وانتي بتفتحي. بصوا ما شاء الله بجد، الله اكبر، مش محتاجة حاجة تاني بجد. شلت بقى الكيس خالص، تمام، وهدخلها بس تاخد كده في حتت كده مش واخدة لون، والله هي ما محتاجة اي حاجة تاني والله. بصوا مستوية زي الفل، بس عقبال بس ما الرقاق بتاعي يستوي اخليها بس ايه تدخل، اسيبها في الفرن بس كده عشان ما تبردش معايا. ونقلب بقى الرقاق، ما شاء الله اللهم صل على النبي. هحط كمان هحط في الارضيه برضو زيت، وهحط سمنه. لقيت حاجه لازقه هشيلها عادي جدا، وبعد كده اروح حاطه لون الرقاق بجد جميل جدا. ولما توطي على حاجه، كل ما توطي على حاجه تاخدي نتيجه حلوه جدا في اي تسويه يعني. بس كده هروح برضو احطها على النار عقبال بقى ما نقطع المكرونه ونظبط حاجاتنا ومخللاتنا وكل حاجه، نكون الرقاق كمان خد اللون من تحت. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. طبعا المكرونه كانت لسه سخنه، فكانت لسه عايزه تقعد شويه بقى عشان تطلع الخلطه بخرطتها. بس ايه، كنت لازم بحب اقدم الحاجه سخنه عشان بحب الاكل بصراحه يكون سخن يعني. بصوا ما شاء الله طعمها يجنن. بس هي ايه، الخلطه مش طالعه بخرطتها يعني، مش مشكله، مش مهم، المهم الطعم ومهم الجمال ده. نقطع مع بعض الرقاق. بصوا بعد ما طلع انا غطيته علشان يبقى طري ويبقى حلو كده. بصوا تحسوا من الملمس بتاعه. بصوا كمان ان ارضيه الصينيه ما فيش اي حاجه لازقه عشان حاطه زيت مع سمنه، تمام بجد. والطعم كان خطير. بصوا الشكل يا سيدي على الجمال، كان سخن جدا مش عارفه امسكه بصراحه. ودي اللحمه كمان بتاعتنا خلصت، وكمان حطيت لها فحميه وكانت ريحتها جايبه لاخر الدنيا. تعالوا بقى نغرف كده بالبهاريس اللي نازله منها. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وكان غدانا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا رب. ما تنسوش بس لايك وشير وسبسكرايب للقناه. كمان عملنا ملوخيه ان شاء الله هبقى اعملها لكم مع اي حاجه تكون بسيطه كده. بس كان الفيديو بصراحه مش مستاهل ان انا اعمل جنبه ملوخيه يعني، فعشان ما اطولش عليكم. بصوا دي كانت ايد بقى الناس اللي هم ايه عايزين يدوقوا، فاهمين. يا رب يكون الفيديو عجبكم وابقى عند حسن ظنكم يا رب. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. باي باي.